السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة في الجزء الثاني من المتحف، وده التابوت الغير مكتمل. التابوت ده يعتبر دليل على كل الناس اللي بتقول ان المصريين القدماء استخدموا الجن في صناعة التوابيت. التابوت ده حدث أخطاء أثناء تشكيله، علشان كده اتسمى التابوت الغير مكتمل، ومعرفناش هو بتاع مين علشان ما كانش محفور عليه أي حاجة. وده الملك خوفو، وهو صاحب الهرم الأكبر، وليه تمثال وحيد طوله 7 سنتي ومصنوع من العاج، لابس التاج الأحمر وعليه خرطوش باسمه مش ظاهر دلوقتي. التمثال يرجع للأسرة 26، وهو كان في الأسرة 4 بسبب ان خوفو كان محرم التماثيل في عهده، معتقدا انه اله. وده الملك خفرع ابن الملك خوفو، وصاحب الهرم التاني بالجيزة. هرم اصغر من هرم خوفو، لكن هو باين اكبر علشان هو اختار هضبة عالية. التمثال بيظهر باسط ايد وقابض ايد، بيدل على الشدة واللين، وصورته موجودة على 10 جنيه. التمثال ده المنقورع واقف في النص، وعلى يمينه الآلهة حتحور، وعلى شماله إله الإقليم. التماثيل دي مصنوعة من حجر الشيست الصلب. منقورع يكون ابن الملك خفرع، وصاحب الهرم الثالث بالجيزة. مات قبل ما يكمل هرمه، وابنه اللي كمله بعد وفاته. حكم 24 سنة. هيرودوت وصف انه ملك كريم علشان شعبه كان بيحبه. ودي بوابة نفرماعت. نفرماعت ابن الملك سنفرو واخو الملك خوفو، وهو اول من اخترع النقش الغائر مطعم بالعجين الملون، وكان اول واخر نموذج بالشكل ده، لان العجين سقط منها والفكرة ما نجحتش. وده تمثال كعبر، اكتشفوا عمال ميت وسموه شيخ البلد علشان كان شبه شيخ البلد بتاعهم. حجمه قريب من الحجم الطبيعي وملامحه كاملة. كعبة كان رئيس الكهنة، وكان شعره قصير، وده صفة من صفات الكاهن. مسك عصا حديثة وفيه ترميم كامل لدراعه الشمال. عينيه من النحاس والقوارتز، وطوله 112 سنتي. وده الكاتب المرسوم على 200 جنيه، وهنلاحظ هنا انه مرسوم على اكبر عملة. الكاتب في مصر القديمة كان ليه اهمية عظيمة. يجلس الكاتب في موضع جلوس مختلف عن التماثيل الباقية. اتضح بعدين ان دي اسرع طريقة لوصول الدم للمخ، وتطورت الجلسة بعد كده واصبحت رياضة اليوجا. يحمل بايد لفائف من ورق البردي، ويحمل بالايد التانية ريشة لكن اتسرقت، وعينيه من الاحجار الكريمة. صورة التمثال رمز لكلية الاداب في القاهرة والاسكندرية وسوهاج. وده القزم سنب. سنب من اشهر الاقزام المصرية، كان مسؤول ادارة الملابس والحلي، وكان كاهن للملك خوفو. نجد زوجته حاطة ايدها على كتفه، وده يدل على مساندتها ليه، وهي ما كانتش من الاقزام. سنب قاعد متربع وواقف قدام عياله في تناظر لرجله. النحاتين بيدلوا على وجود ساقين سنب من خلال الطفلين. وده تمثال حتب ونفات. التمثالين دول من اروع تماثيل المتحف المصري، بيعودوا لعهد الملك خوفو، بس خوفو كان محرم التماثيل. حتب ونفات كانوا خايفين على التمثال بتاعهم من خوفو عشان كان بيكسر اي تماثيل، فخبوهم في المقبرة اللي ميت وجدهم فيها. يظهر حتب بشعر قصير وليه شارب، وده تالت تمثال ليه شارب، وعينيه مصنوعة من الأحجار الكريمة، ويرتدي قلادة لا يلبسها غير المحاربين. هنلاحظ ان حتب بشرته سمرا من الشغل والشمس. اما نفت كانت بيضة وجميلة، وده بيدل على دلالها. نفت ترتدي الشعر المستعار وإكليل الورد وقلادة، وترتدي عبايتين فوق بعض، واحدة ضيقة والتانية واسعة ومفتوحة، ماسكة العباية اللي فوق بإيد. ودي الملكة حتشبسوت، معنى اسمها أميرة النساء، وهي ثالث سيدة تحكم مصر. وده تمثال صغير لخادم لابس شنطة ظهر وحامل سلة في إيده، وده كان أول نموذج لشنطة الظهر من أكتر من 5000 سنة. وده الملك سنوسرت الثالث، وهو خامس ملوك الأسرة 12، ومن أقوى ملوك الدولة الوسطى، وكانت سياسته الحربية ناجحة جدا، وفي مسلة تذكر إنجازاته الحربية في فلسطين.
عمل قناة اسمها سيزوس تريس، وهي أول قناة تربط البحرين الأحمر والأبيض عبر نهر النيل، وتم هدمها واستكملها ملوك بعديه لحد ما أمر الخليفة عمر بن الخطاب عمرو بن العاص إنه يحفر قناة من الفسطاط لحد السويس، وأطلق عليها اسم قناة أمير المؤمنين. التمثال بتاعه شبه مهشم، وكان جالس في وضع الركوع وإيديه على ركبته. هنشوف في التمثال تطور الفن المصري في النحت، فهنلاقي ان التمثال بيظهر على ملامحه التجاعيد وكبر السن. طبعا الاول كانوا بيجمعوا التمثال وما كانوش بيبينوا الحاجات دي. تعالوا بقى نتكلم عن ابنه أمنمحات الثالث. هو واحد من اهم ملوك عصر الدولة الوسطى، تولى العرش بعد وفاة والده سنوسرت الثالث. تميزت فترة حكمه بالهدوء وانجاز مشاريع كتير، عمل انجازات كتير قوي في مجال الزراعة والتعدين والعمارة. اول هرم ليه كان اسمه الهرم الأسود، وبسبب عيوب بنائه وتركه، وبنى هرم جديد في هوارة في الفيوم لكن اتسرق. وليه معبد في هوارة أطلق عليه هرودوت قصر التيه، فيه 12 بهو و3000 غرفة. هرودوت بيقول إنه أعجوبة من عجائب الدنيا حتى أكتر من الأهرامات، وبيذكر إن اللي بيدخله مش بيعرف يخرج من كبره، والكهنة كانوا بياخدوا خريطة وهم داخلين فيه. ودي غرفة الطعام الخاصة بدشي. المصري القديم كان مؤمن بفكرة البعث والخلود، ده كان دافع ليه انه يعمل في مقبرته كل حاجة هيستخدمها في الآخرة، واهم الحاجات دي الطعام، فدشي كان ليه غرفة خاصة بالطعام. نقش على الجدار الطعام زي راس الطير والبصل واللحوم والماء، وفي اعتقاده ان لما يصحى في العالم الآخر ويلمس النقوش دي هتتحول لحية. وده تمثال إلكا، تمثال خشبي وعينيه موصعة بالأحجار الكريمة، بيرتدي فوق راسه رمز إلكا بالهيروغليفية، وهي عبارة عن 2 أيادي مرفوعين، وكان لابس نجبة ذهبية لكن اتسرقت. وده تمثال تحتمس الثالث، يعد أعظم فاتح في تاريخ مصر كله. نظم الجيوش وقسمها لقلب وجناحين، وعمل 17 معركة مخسرش فيهم ولا واحدة، ووسع حدود مصر وعنده عدة مسلات. ما اتفرضش في حكمه لوحده علشان الملكة حتشبسوت كانت معاه 20 سنة في حكم مصر. وده تابوت باجي مكتوب على اليمين وعلى الشمال نصوص لأنوبيس وأوزوريس، وفيه مرايتين، مراية بيضة ومراية سودا. البيضة بتدل عن الحياة اللي عايشينها، والسودا بتدل عن العالم الآخر. ودي البقرة حتحور، لقيناها بجوار معبد حتشبسوت، وهي من الحجر الجيري مكونة من بقرة ومكسورة. البقرة تمثلت بالحنان والأمومة، تعلوها قرص شمس بين قرونها، والملك تحتمس أمامها. نيجي بقى للمكسورة، هنلاقي لونها أزرق مرصعة بنقط صفرا بتدل على السما الزرقاء ونجومها. ودي جدارية أوز ميدوم، الجدارية دي بتوضح 3 أزواج من الأوز. هنلاقي ان ريش الأوز مختلف عن بعضيه، وده بيدل انهم كانوا محترفين في الألوان. هنلاقي في اللوحة واحد بيصطاد سمك. اما بقى الالوان اللي في اللوحة ما اتعملتش عشوائي، ليها دلالة. ايه هي بقى؟ اللون الابيض بيدل على الحزن، والاحمر بيدل على الشر، والاسود بيدل على التربة عشان تربة مصر لونها اسود، واللون الاخضر بيدل على الخير. وكده خلصنا الجزء الثاني من المتحف المصري، واستنونا في الجزء الثالث. سلام.